الكون مليان أسرار، وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا رشا سامي وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. مكملين معاكم سلسلة الأبراج المحيرة، وعرفنا من الحلقات اللي فاتت مين هم الأبراج المحيرة، وإن هم الناس اللي بيتولدوا بين برجين وبيجمعوا صفات من البرجين. والنهاردة برجنا المحير اللي هنتكلم عنه هو العذراء ميزان، ودول الناس اللي بيتولدوا يوم 20 21 و22 من سبتمبر. وعشان تكونوا عارفين دايما البرجين اللي ورا بعض صفاتهم بتكون مختلفة جدا عن بعض، أقرب إن هم يكونوا عكس بعض. وعشان كده الأبراج المحيرة مميزين جدا غير باقي الناس، عشان شخصيتهم ميكس ما بين صفات مش راكبة على بعض خالص. النهاردة بقى هنتكلم عن المولودين بين برج العذراء وبرج الميزان، يعني معانا برجين، برج العذراء وبرج الميزان. وزي ما عودناكم الأول بنحكي شوية عن صفات البرجين، وبعدها نحاول نتخيل الميكس هيكون عامل ازاي. بالنسبة لبرج العذراء فصفاته بالظبط زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت: ثابت وراسي ومحلل ناجح، ناقد لاذع، موسوس جدا، منظم قوي، مش بيسامح حد أذاه، ودايما يبحث عن الكمال، وبيحب الماديات جدا. أما بقى برج الميزان فده بقى برنس في نفسه، هو ملك الدبلوماسية، عاشق الجمال والمظاهر والرفاهية، أكتر حد متردد في الكون، وبيحب العدل جدا ويكره الظلم، ذكي جدا وكاريزمته عالية، موسوس جدا في النظافة، وبرضه بيشترك مع العذراء في النقطة دي. طيب تعالوا بقى نتخيل الميكس الجميل ده اللي بيجمع ما بين صفات البرجين دول عامل ازاي وصفاته ايه. جاهزين؟ يلا بينا. الشخص ده هتلاقوه حد جميل جدا، راسي وعاقل لكن متردد شوية، وبيهتم بالنظافة جدا، ودي واخدها من البرجين. منظم قوي، ذكي وناجح ومتحدث لبق، دبلوماسي وما يحبش يزعل حد، لكن من عيوبه انه شكاك شوية، ودي للأسف صفة واخدها من البرجين. وأكبر مشكلة عند الشخص ده انه معطاء زيادة، عطاؤه ملوش حدود. الحنية هي مفتاح شخصيته، بكلمتين حلوين تاخد عينيه، والقسوة ما تمشيش معاه خالص ولا تجيب نتيجة، فريح نفسك. فأما بقى عيوبه فزي ما قلنا التفاني الشديد في الحاجة اللي بيعملها، لدرجة بتطمع الناس فيه. ومع الأسف كتير جدا من شخصيات البرج المحير عذراء ميزان هتلاقوه متهاون شوية في حقه، خصوصا الستات. هو حقيقي حمال قاسية، بيعرف يتفاوض كويس بهدوءه وعزوبته ورزانته، لكنه خجول شوية من الناحية العاطفية، بيتكسف من خياله، إحساسه مرهف ورومانسي جدا، حساس زيادة، وعلى قد ما بيحب الشغل ويديله وقته على قد ما النوم مقدس عنده. وطبعا الكواكب الحاكمة ليها دور كبير معانا، وزي ما قلنا قبل كده إن الكوكب الحاكم بتاع برج العذراء هو عطارد، وهو بيدي مواليد البرج المحير عذراء ميزان التفكير المنطقي والذكاء وعذوبة الكلام والإقناع، لأن عطارد ملك التواصل والكلام. وكمان بيحب أصحابه، ما يقدرش يعيش من غيرهم، وانت كمان لما تعرفه مش هتعرف تعيش من غير وجوده في حياتك. أما بالنسبة لبرج الميزان فالكوكب الحاكم هو الزهرة، كوكب الجمال والحب والرفاهية، وده بيدي مواليد البرج المحير عذراء ميزان طاقة حب الجمال والعزوبة والكلام الحلو وحب الرفاهية والأناقة، دايما بيدور على الفخامة ولبس البراندات،
وما بيرضاش بأي حاجة ويختار كل حاجته برقي شديد ومزاج عالي. بالنسبة للعناصر، الشخص ده بيجمع بين عنصرين وهما الهواء والتراب من البرجين اللي بينتمي ليهم. الهواء من برج الميزان والتراب من برج العذراء، وده بيخليه ثابت وهادي وراسي وفي نفس الوقت هوائي ومزاجه متقلب. هتلاقيه في أوقات كتير بيعمل حاجات غير متوقعة. في الوقت اللي تحس إنه هادي ممكن يقلب عليك في أي لحظة ويعلي صوته ويوترك قوي ويخرجك عن شعورك. ولما يحصل كده ما تستغربش خالص، حاول تتأقلم معاه وتقبله زي ما هو. ولو في حياتك الشخص ده، حافظ عليه وشيله في عينيك، خليك جدع معاه واوعى تتخلى عنه لما يحتاج لك، لأنه عمره ما هيكسفك لما تحتاج له ويخدمك بعينيه. واعمل حسابك بلاش تتجاهله أو تحسسه إنه ملوش لازمة في حياتك، لأنه بيحب الاهتمام ولو بكلمة حلوة. كمان دايما اسأل عليه واهتم بتفاصيله زي ما هو بالظبط مهتم بتفاصيلك وبيتابع أخبارك ودايما يسأل عليك. بلاش يحس بإنك مخنوق من نظافته الزايدة أو جدعنته مع كل الناس، لأن ده طبعه ومش هيغيره. الحلقة الجاية هنتكلم عن برج تاني برضو محير الناس معاه ونحلل شخصيته. استنونا الحلقة الجاية، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وشير.